ازيكم؟ هنتكلم عن حاجة بسيطة كده اللي هو الحرمان. أنا لما أكون بتمرن، ممكن مدرب مثلا عشان يهون عليا شوية ويحببني في موضوع يقول لي بص احنا هنحط بلان، هتحس التمرين بسيط خالص ما فيهوش إجهاد خالص. اوكي، هروح لنيوتريشنست عشان يظبط لي دايت بلان كويسة وبتاع، يقول لي احنا مش هنحرم بعض من حاجة، وانت مش هتحس ان ناقصك حاجة وهتاكل كل اللي نفسك فيه وبتاع. الكلام ده نفسيا حلو، لكن في الحقيقة مفيش حاجة في الدنيا هتقدر توصل لها من غير ما تحرم نفسك من حاجة تانية. يعني أنا همنع نفسي بالراحة عشان أروح أتمرن، هعمل مجهود زيادة عشان أتمرن أوصل لجسم كويس، هعمل مجهود زيادة عشان أعرف أتمرن زيادة وأدوس على نفسي أكتر وأوصل للهدف اللي أنا عايزه. أنا عايز أنزل في الوزن أو عايز أقل فاتس أو عايز أعمل دايت بلان، أنا هحرم نفسي شوية من الأكل عشان أوصل للي أنا عايزه. في الآخر اي حاجه عايز توصل لها او اي هدف انت حاطه قدامك لازم يكون في جانب كده تحرم منه نفسك عشان توصل لهدفك. لكن ان انا هقدر اعمل كل حاجه في الدنيا وبرضه اوصل اللي انا عايزه صعب. في الاخر ان انت تحرم نفسك من حاجه وتدوس على نفسك شويه عشان توصل لحاجه انت نفسك فيها فعلا، دي في حد ذاتها متعه. فبرضه الحرمان اللي هتعمله في الاول واحده واحده هيدخل في شريحه تانية اللي هي التعود، واحده واحده في الاخر هتلاقي المتعه بتاعتك لما توصل اللي انت عايزه.